لما راجل عجوز بيقدر يخلص على فرقة كاملة من الجنود السابقين في الجيش، كل ده بس عشان ياخد حق صديقته اللي خلصوا عليها. ده اللي هنعرفه في ملخص النهار. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم بمشهد على طول في تركيا، بنشوف روبرت اللي مش لابس غير زي عربي تقليدي وهو قاعد في قطر بيراقب مجموعة من المجرمين، وبنشوفه وهو رايح كابينة خاصة وبيطلب من الموظف مية سخنة عشان يعمل الشاي اللي معاه. الموظف بيقول له ما ينفعش، بس مرة واحدة اللي قاعدين بيقولوا له اديله المية السخنة مفيش مشكلة، فبيشكروا روبرت. بيجي الراجل وبيتعرف على روبرت، بيعرف منه انه من امريكا بس جاي تركيا عشان يدور على حاجة معينة، فبيعرفوا الراجل انه هيلاقي كل حاجة في تركيا. بيرد روبرت عليه انه اكيد هيلاقيها، بالذات لو الحاجة دي كان راجل خد بنته غصب عنها عشان بس يدمر مراته السابقة، عشان هو عارف ان دي نقطة ضعفها الوحيدة. فبيفهم الراجل انه قصده عليه هو، فبيقوموا بيدوا اشارة لرجالته انهم يهجموا عليه. روبرت كالعادة بيبقى هادي جدا وبيظبط الستوب ووتش بتاعته وبيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. روبرت اكنه بيعزف مزيكا، مش بيتخانق خالص. وبعد لما بيخلص بيقعد قصاد الراجل وبيقول له في نوعين من الألم، في ألم اللي بيوجع الإنسان وفي ألم اللي بيخليه شخص أحسن، أنت تختار إيه؟ الراجل بيقول له إنه مش هيرحمه ومش هيسيبه في حاله. فروبرت بيعرف إنه مفيش فايدة منه، فبيخلص عليه وبيرجع البنت لأمها تاني. وأمها بتبقى في قمة الفرح برجوع بنتها، وبنفهم إنها ما تعرفش مين اللي ساعدها عشان روبرت عرف حكايتها لما كان بيشتري منها كتاب من المكتبة بتاعتها. هو من الناس اللي بتعمل خير وبترميه في البحر. بعد المهمة بنشوف روبرت عايش حياة هادية جدا في بوسطن، وبيشتغل سواق في برنامج ليفت اللي هو عامل زي اوبر كده. هو مش بيعمل ده عشان الفلوس، لا، هو بيعمل ده عشان بس يبقى قريب من الناس ويساعدهم، وبيقضي حياة هادية وسعيدة. وعلاقته كويسة جدا بجيرانه، بالأخص جارته فاطمة اللي بتهتم بحديقة البيت. وبنشوف في بلجيكا راجل لسه راجع من شغله، وبمجرد ما بيدخل البيت بيلاقي على مراته آثار ضرب، وفي مجموعة من الرجال هجموا على البيت. هو بيبقى في حالة صدمة، ومرة واحدة الرجالة دي بتخلص على مراته وبيقعدوه على الكرسي وبيخلصوا عليه بطريقة تبان ان هو اللي انهى حياته بنفسه من غير ما نعرف سبب اللي عملوه. وفي يوم بالليل بيجي لروبرت اوردر، ولما بيروحوا بيلاقي واحد بيسنب بنته وبيحطها في العربية، وبيدي روبرت فلوس كتيرة وبيقول له يوصلها لحد البيت. وبيبقى منظر البنت ان في حد اعتدى عليها. بيتضايق روبرت جدا، وبنلاقيه طالع الشقة بتاعت الشباب وبيقول لهم ان الفيزا ما دفعتش الحساب. هو بيعمل كده بس عشان يخش الشقة، وفعلا بيخشها وبيديله الشاب الفيزا وبيقول له خد بقشيش بزيادة. بيرد روبرت عليه وبيقول له انت حتى ما سألتنيش البنت وصلت بيتها ولا لا. فبيسأله الشاب بطريقة كده هي وصلت بيتها؟ بيرد روبرت لا، انا وصلتها المستشفى عشان يعملوا لها غسيل معدة. فكرني كده هي كان اسمها ايه؟ الشاب بيبقى مش عارف اسمها. روبرت بيقول له انه عايز الكاميرات وتليفوناته واي حاجة يكونوا استخدموها عشان يصوروها. بيتضايق الشاب وبيروح عشان يقفل الباب. روبرت عينه كأنها بتصور كل حاجة وبيحط سيناريو لكل حاجة هتحصل، وكالعادة بيظبط الستوب ووتش بتاعته. ومرة واحدة بيهجم عليهم وبيعلمهم الأدب. محدش يصدق إن ده راجل عجوز بيعمل كده في شباب. وبعد لما بيعلمهم الأدب بيروح للمساعد بتاع الشاب اللي بيبقى مرعوب جدا منه، بيقول له يتصل بالشرطة ويحكي له على كل حاجة حصلت للبنت، وما تنساش تبقى تديني 5 نجوم في التقييم. وفعلا الشاب بيعمل كده، وبيبقى روبرت فرحان انه ساعد حد النهارده. وهو راجع لبيته بيحس بحركة غريبة جاية من شباك شقته، فبيطلع وهو واخد حذره، بس بيكتشف انها زميلته سوزان وبيرحب بيها وبيبقى مبسوط انه شافها. وبنعرف انها كانت زميلته في الوكالة السرية اللي تبع المخابرات الأمريكية، وكمان هي اللي ساعدته يخفي ويغير هويته عشان يبان قصاد العالم انه توفى. وهو عمل كده لما مراته توفت عشان بس يبعد عن عالم المخابرات. هي جاية تزوره النهارده عشان ذكرى ميلاد مراته المتوفية، فبيقعدوا يفتكروا ذكرياتهم مع بعض. بعدها روبرت بيودعها عشان هي مسافرة بلجيكا. تاني يوم روبرت لما بينزل من شقته بيلاقي جنينة البيت متبهدلة جدا وفي رسومات على الحيط، وبيعرف ان اللي عمل كده شباب المنطقه الروشين. فبيقرر روبرت ان هو اللي ينظف الحيطه ويبيضها. في الوقت ده بيجيله جاره مايلز وبيقول له انك مش لازم انت اللي تنظف الحيطه، في شركه طلاء على اخر الشارع واجر العامل $700، انت ممكن تجيبه وتخلي صاحب البنايه هو اللي يدفع. روبرت بيقول له لا انا عايز اتسلى. فبيعرفوا مايلز انه ممكن هو اللي يعملها بس يديله $350. روبرت بيضحك وبيكون مش مصدقه. مايلز بيقول له ده شغل بسيط، انا فنان وهخش مدرسه بريدج للفنون. فبيرد روبرت طب والمدرسه العاديه؟ بيعرفوا انه مش بيحب يحضر الدروس الممله، وكمان هو عنده موهبه الرسم. فبيرد روبرت ان الموهبه من غير عقل ملهاش لازمه، وبيقول له ان عرضه لتصليح الحيطه مرفوض. بعد الظهر
بيرجع له مايلز تاني وبيقول له ايه رايك لو $250 بس وانا ابيض الحيطه. روبرت بيوافق بس بشرط انه يشتغل بعد لما يحضر كل دروسه في المدرسه، فبيوافق الاتنين على العرض. وفي نفس الوقت سوزان بتكلم زمايلها في قضيه الراجل اللي حياته انتهت في بلجيكا، وبنعرف انه شغال معاهم في الوكاله، فهم مجبرين يحققوا في القضيه. وعلى طول تاني يوم بتروح مع زميلها ديفيد لبيت الراجل عشان يحققوا في القضيه، بس هم لسه مش عارفين هو حد خلص عليه ولا هو اللي خلص على نفسه. وبالليل بيكونوا في الفندق وبيعرفوا النهارده الراجل المتوفي بقى جاهز عشان يقدروا يفتحوه ويعرفوا اي حاجه تساعدهم، فبيركبوا الاسانسير عشان يطلعوا اوضهم ويجهزوا عشان يسافروا بلادهم تاني. ولما سوزان بتدخل اوضتها بيهجم عليها 2 اغراب، فهي بتحاول تدافع عن نفسها باقصى طاقه، لكن للاسف بيخلصوا عليها. في الوقت ده بيبقى روبرت قاعد مع مايلز وبيعرف منه قصه حياته، وبيعرف انه موهوب جدا في الرسم. ومره واحده بتجيله مكالمة بيعرف منها إن سوزان اتوفت، وعلى طول بيتقلب وشه وبيقوم بسرعة عشان يسافر. وبيوصل عند بيت سوزان وبيقعد في الشارع لغاية لما الضيوف يمشوا عشان هو بالنسبة لهم حياته منتهية. وبيدخل لجوز سوزان بعد لما كل الناس بتمشي. جوز سوزان بيسلم لروبرت كل شغل سوزان، وكمان بيسلمه تسجيلات الفندق، وبيقول له إن الشرطة بتقول إنها عملية سرقة، رغم إن سوزان ما كانش معاها أي حاجة غالية، فياريت لو تدور في الموضوع ده وتعرف السبب الحقيقي. وبالليل روبرت بيبقى حزين جدا على سوزان وبيقرر انه يجيب حقها، وبيبدأ يفرغ الهاردات ويفرغ كمان تليفون سوزان. في نفس الوقت المجرمين اللي هجموا على سوزان بيكونوا قاعدين في شقتهم، ومرة واحدة بتنفجر الشقة بيهم، وبنفهم ان نفس الاشخاص اللي خلصوا على الراجل هم اللي خلصوا على سوزان. بيقعد روبرت يراجع كل التفاصيل عشان يفهم ايه اللي حصل بالظبط، وبيلاحظ ان اللي خلص على سوزان كان معاه في الاسانسير، وانهم هم اللي كتبوا رقم الدور. ده معناه انها مش سرقة، لا ده كانوا عارفين سوزان وقاصدينها. وبيسافر روبرت لديفيد وبيتخض ديفيد لما بيشوفه عشان كان فاكر ان حياته انتهت، وبيقعدوا هما الاتنين يفتكروا ذكرياتهم في العمليات اللي عملوها سوا. وبيقول له روبرت ان المجرم هو اللي داس على رقم الدور مش سوزان، فبيعرفوا ديفيد انهم وصلوا ليهم بس حياتهم انتهت. فبيفهم روبرت ان في حاجة غامضة في القصة، وبيقول لديفيد خلينا على تواصل. ولما بيرجع بيته بيشوف مايلز وهو بيركب عربية مع شباب، فبيحفظ رقم العربية احتياطي. ولما بيقعد يراجع القضية بتاعت الراجل اللي اتوفى في بلجيكا بيعرف انه استخدم ايده اليمين لو هو اللي خلص على نفسه، بس اللي خلص على مراته خلص عليها بايده الشمال، وده معناه ان كان في حد تاني في الأوضة. فبيتأكد ان في حد خلص على الراجل ومراته، فبيتصل بديفيد وبيعرفه على النتائج اللي وصل لها، وبيعرفه ان كده المجرم كان قاصد الوكالة. ولما سوزان قربت تكشف ده هو خلص عليها هو كمان، وبيقول له خليك مركز الفترة دي. ولما بيرجع بيته بيلاحظ ان مايلز لسه مرجعش، هو كده بقاله كام يوم مختفي، فبيقرر انه يروح مكان الشباب ده. هو عارف العنوان من نمرة العربية وبيروح هناك وبيضرب اي حد يقابله. وبنعرف ان مايلز مع العصابة هيشتغل قاتل مأجور وهيدوله فلوس كتيرة جدا. بيقتحم روبرت الشقة وبيثبتهم كلهم وبياخد مايلز وبيمشي. مايلز بيقول له هو انت بتعمل كده ليه؟ فبيعرفوا روبرت ان هو لسه شاب ولسه قدامه الحياة كبيرة، وبيقول له الناس اللي كنت معاهم دول كانوا بيخدعوك وكانوا هيخلصوا عليك، انت عندك موهبة ولازم تشتغل عليها عشان تبقى راجل محترم. وبيسيبه وبيمشي. تاني يوم مايلز بيروح له الشقة وبيشكره على اللي عمله معاه. روبرت بيديله كتابه وبيقوله ده أول طريق عشان تطور من موهبتك. تاني يوم روبرت بيوصل زبون للمطار، بس روبرت بيحس إن الراجل ده فيه حاجة غلط، فبيغير طريقه للمطار، والراجل مش بيعترض ومش بياخد باله اصلا. روبرت بيفهم ان الراجل ده من العصابه اللي خلصت على سوزان. بيساله روبرت مين اللي بعته. على طول الراجل بيطلع اداه حاده وبيحاول يخلص على روبرت، بس روبرت بمهارته العاليه بيقدر يدافع عن نفسه وبيفضل يسوق بسرعه جنونيه عشان ما يخلصش عليه. وبمهاره عاليه من روبرت بيخلص على الراجل ده، وبينزل ياخد تليفونه وبيحطه في شنطه العربيه وبيولع في العربيه كلها. وبيسافر لديفيد تاني يوم وبيتعرف على عيلته وبيقعد معاه وبيحكي له على اللي حصل معاه امبارح، وبيديله تليفون الراجل وبيقول له انه فك الشفره بتاعته. وبيتصل روبرت باخر رقم اتواصل معاه الراجل امبارح، فبيرن تليفون ديفيد فبيقول له روبرت اقنعني ان انا غلطان. بيعرفوا ديفيد ان بعد اعلان وفاته الحكومه قررت تنهي عقودهم، فهو قرر يشتغل لحسابه وبقى يعمل صفقات مشبوهه تحت اسم الوكاله. فبيساله روبرت وبيقول له طب وليه سوزان؟ فبيعرفوا ديفيد ان سوزان كانت قربت تعرف ان هو ورا كل الشغل الغير مشروع في الوكاله، عشان كده هو خلص عليها. بيقول له انسى اللي حصل وخليك ميت زي ما انت كنت. وبيفاجئوا ان فريقهم القديم هو اللي شغال معاه دلوقتي، والفريق ده هو اللي دربه روبرت وكان بيعتبرهم اخواته. بيقف قصادهم روبرت وبيعرفهم ان كل واحد عمل خطيه لازم يدفع ثمنها، وانتوا خلصتوا على اعز صديقه ليا فانا هخلص عليك واحد ورا التاني.
وبيستغل وجود عيلة ديفيد وبيمشي معاهم عشان محدش يقدر يعمل له حاجة. وبيروح ديفيد بالليل بيت روبرت وبياخد مايلز رهينة وبيتصل بروبرت وبيعرفه اللي عمله. روبرت بيقوله ان هو مستنيه وبيديله العنوان اللي هو فيه. وبيكون روبرت راح البيت اللي اتجوز فيه مراته وبيكون فيه عاصفة جامدة جدا وبيتم اخلاء كل المدينة بسبب العاصفة. وبيوصل ديفيد ورجالته للمدينة وبيفضلوا يدوروا على روبرت. وبيتمركز ديفيد على اعلى نقطة في المدينة بالقناصة بتاعته. رجالة ديفيد بتتفرع عشان تعرف تلاقي روبرت، فبيستفرد روبرت بيهم وبيخلص على أول واحد في الفريق بمسدس صيد. ومرة واحدة بيظهر لتاني واحد وبيفضل يطعنه بآلة حادة لغاية لما حياته تنتهي. وتالت واحد بيشوف روبرت وهو داخل مخبز فبيدخل وراه وبيكون ده فخ من روبرت والمكان بينفجر بيه. وكده حياة كل رجالة ديفيد بتنتهي. ديفيد بيبقى في منتهى الرعب والتوتر وبيبان عليه الخوف الشديد عشان مش عارف يشوف روبرت. ومرة واحدة روبرت بيظهر له وبتبدأ معركة شرسة بينهم، بس روبرت بيقدر انه يخلص على ديفيد وبيرميه من فوق البرج وبينزل ينقذ مايلز اللي موجود في العربية. وبيدخلوا البيت بتاع روبرت وبيرتاح روبرت بعد لما خد حق صديقته سوزان. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الملخص شاركونا برأيكم في الكومنتات، ولو حابين تشتركوا وتفعلوا الجرس. سلام.